السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. عاملين طاجن بامية، عاملين شوية رز بالشعرية قمر قمر مفلفلين وحلوين قوي، عاملين فراخ مشوية. يعني لو عندك عزومة اتفرجي على الفيديو ده، وانا واثقة ومتأكدة انك هتخلصي الموضوع كله في اقل من نص ساعة. كطاجن بامية، كحلة رز حلوة كده محترمة، والفراخ بتاعتك. الموضوع سهل وبسيط قوي. تيجي نعمل الطاجن البامية الأول. الموضوع يعني 10 دقايق. هنا معايا بصلتين كبار، ومعايا معلقتين سمنة وحبة زيت. حطي سمنة وزيت، عندك زيت بس حطي، سمنة بس حطي، زبدة حطي، ايا كان المادة الدهنية اللي عندك يا ست الكل حطيها. المهم بس كده ايه، حطي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو كده زيك. ويا ريت يا ريت يا ريت بعد اذن حضرتك لو تكرمتي وتشرفتي تعملي لي اشتراك في القناة بتاعتي، على عيني وعلى راسي يا رب. ربنا يفرح قلوبكم جميعا، ويفرحنا باولادنا وبشهاداتهم وبتوع الثانويه العامه، ربنا معاهم. يا رب يا رب ربنا معاهم. هنا طبعا هحط الفلفل بتاعي. طبعا الباميه يعني فلفل، وكان معاه ليمونه. حطيت الفلفل، انا بحب اشوحها مش بسبك. انا بشوح الخضار، التكه ديت والتفاصيل دي بتفرق. وعلى فكره الباميه دي فروزن، يعني متفرزه في الفريزر، مش ما كناش لسه جايبينها يعني ولا حاجه، لا. دي كانت فروزن، من الاكياس يعني بتاعت الباميه. المهم كان معاهم ليمونه، انا خدت الليمونه مسكتها عصرتها. الليمونه دي ليها تفاصيل حلوه قوي، وبحط قشرها كمان، بعصرها وبحط القشر بتاعها. دي بتمنع الماده اللزجه بتاعتنا واحنا بنعمل الباميه. امسكي الليمونه وعصريها وحطي قشرها. وهنا حطيت كام فص توم كده حلوين في قلب التشويحه مع البصل مع الباميه مع الفلفل. وهنبتدي ان احنا نبهر، وبهاراتنا بسيطه قوي 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 قوي. يعني مش هتحطي حاجات كتير ولا حاجه، ده يعتبر كيلو باميه. بسمن المعلقه كده او بطرف المعلقه او بمعلقه شاي، حبه كزبره، حبه 7 بهارات، حبه فلفل. هنحط 2 ماجي. هتظبطي الملح بتاعها، بس الملح يعني ايه هنظبطه برضو في الاخر. اهم حاجه ان انا ايه، ناري عاليه. باشوّح كل ده. أنا عايزة أقول لِك طول ما أنتِ واقفة عمّالة تشوّحي وتقلّبي كده وتحطّي التوابل وتحطّي البهارات وتحطّي حاجتها، الريحة، الريحة والله العظيم بُصّي هتقلب لِك الدنيا. اسمعي بقى منّي، وما تعمليهاش مسبّكة، واعمليها بالطريقة دي، ومش هتاخد في إيدِك 10 دقايق بالضبط، وهتكوني طافية عليها وقافلة عليها. حلو الكلام؟ هنا حطّيت ماجي، وبرضه إيه، وإيدِك في قلبيها. هنحط حاجة تاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذكري ربنا وانت بتعملي الاكل، تلاقي الاكل فيه بركه كده وفيه خير. هتلاقي الاكل بيخلص بسرعه والله العظيم، طول ما ذكري ربنا ببقك وطول ما انت واقفه سبحي هتلاقي بصي الخير خير، وربنا بيبارك في اللقمه وبيبارك في الاكل. حاطين هنا 3 4 فصوص حبهان. برضو الحبهان لو عندك حبهان مطحون تمام، ما عندكيش حبهان مطحون حطي 3 4 فصوص، وممكن تحطيهم في خل عشان لو جت في ايه، في بق حد كده ولا حاجه. هي دي مشكله بتحصل معايا يعني. المهم حطيت برضه معلقتين معجون طماطم، يعزّز بس معايا اللون بتاعة الطماطم. أنا كنت ضاربة الطماطم بتاعتي وهاحطها، مش هاحط أي حاجة تاني، مش هاحط ولا ملح ولا بهارات ولا هاحط هي كده خلصت. يا دوبك هتاخد غلوة والّا غلوتين، وهتلاقيها بُصّي على الشعرة، هتلاقيها مضبوطة أوي، 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 وهتاكلي أحلى طاجن بامية. أنا هنا حطينا الملح، وهابتدي إن أنا أدوق أحس إن هي تمام. بُصّي أنا هنا قفلت عليها، التكة دي مهمة أوي بقى ركّزي. أنا هنا قفلت على البامية خلاص استوت والتسبيكة استوت. فصّين توم نيّين، نيّين، وقلّبتها وخلاص. أنتِ ممكن كده على الغرف على طول إن أنا أغرف في الأطباق ونبتدي إن إحنا ناكل. بس أنا هابتدي إن أنا إيه، هاروح محطّاها في طاجن وادخّلها في طاجن واحطّها برضه إيه، في قلب الفرن تاخد لون حلو أوي، أوي، أوي. بس أنا تقريبًا كنت مستعجلة عليها برضه، فما خدتش اللون اللي أنا كنت عايزاه. بس برضه لمّا بتخش في الطاجن تتكتك كده في قلب الطاجن، لو احتجتِ حبة مَيّة، حبة شوربة، ادّيها حبة مَيّة وحبة شوربة بحيث إن هي إيه، تبقى خفيفة معاكِ ما تبقاش ملزلزة وتقيلة كده. هنا كانت البامية بتاعتي خلصت، بس أهم حاجة فصّين التوم اللي إحنا حطيناهم بعد ما قفلنا عليهم اللي هُم النيين. دخّلتها الفرن هتاخد لون وتتكتك كده، تاخد يعني 5 دقايق مش كتير. نيجي هنا للفراخ بتاعتي. أنا عندي هنا بسم الله ما شاء الله 3 فرخات. ربنا يبارك في حماتي يا رب ويديها الصحة، وربنا يشفيها ويشيل عنها. ادعوا لها عشان هي تعبانة حبيبتي. ربنا يشفيها ويشيل عنها يا رب ويبارك في صحتها. هنا بُصّي أنا مش هابشر أي حاجة ومش هاعمل أي حاجة. أنا هاجيب الخلاط بتاعي، فراخي مغسولة ونضيفة وأحطها في مصفى عشان تنزّل أي مَيّة أو أي زيادات دم أو أيًا كان، تحطيها في مصفى بعد ما تغسليها. دي كنا جايبينها بنجيبها قبلها بيوم يعني وكده. حطّي كل الخضار بتاعِك في قلب الخلاط، كلّه. انجزي بقى كلّه هتاكلي والله العظيم أحلى فراخ مشوية جامدة أوي. مسكت البصل قطّعته، مسكت الطماطم قطّعتها، الفلفل. هابتدي أحط التوابل. أنتِ لو عندِك كبّة ممكن تحطّي في قلب الكبّة. عايزة تحطي في الخلاط حطي في الخلاط، حطيت كله في الخلاط. ورق لورا وحبهان وهنضرب كله. واحدتين ماجي، حبة بقى كزبرة، حبة فلفل اسود، حبة بهارات، حبة ايه تاني يا ربي، حطيت ايه تاني، فلفل اسود وكزبرة وماجي
وهنحط الملح، ضبّطي الملح طبعًا، وبتحطي شوية ملح حلوين أوي كده، لإن أنا هابتدي إن أنا إيه، هاسلقها في ساعتها، يعني مش متبّلة من قبلها بيوم مثلًا لأ، ضبّطي بس الملح بتاعها. حطيتِ هنا دبس رمان، عندِك دبس رمان حُطّي يا ستّي الكل، ما عندكيش خلاص مش ملزمة يعني. هنا حطيت برضه معلقة معجون طماطم، برضه عندِك معجون طماطم حُطّي، مش عندِك معجون طماطم ما تحطّيش. يعني بُصّي، الأكل أنا عندي بالنسبة لي الأكل مش 1، 2، 3، الأكل ما فيهوش قواعد، الأكل ما فيهوش قواعد. أنا ممكن أحُط حاجة أنتِ مش عايزة تحطّيها، ممكن أحُط معلقة معجون طماطم أنتِ مش عايزة تحطّيها ما تحطّيهاش، مش هتفرق. فأنتِ براحتِك، شوفي إيه اللي أنتِ عايزة تضيفيه ضيفيه، وإيه اللي أنتِ مش عايزة تضيفيه ضيفيه. بُصّي أنا هنا باقول لِك مسكت الفرخية بقى إيه، فراخ كده دي في صينية كبيرة كده، مسكتهم كلّهم في قلب الصينية، مسكتهم ضحكتهم حسيت إن التتبيلة إيه، نغنغت كده ودخلت في قلب الفراخ يعني كده عشان تدّي طعم حلو أوي. هاحطها على النار، هاسوي سِوَى كامل على النار، سِوَى كامل، غطّيها بس بصينية والّا غطّيها بأي ورق فويل، غطّيها بأي حاجة وسوي سِوَى كامل على النار، مش باحط فيها أي مَيّة خالص، خالص، هي بتنزّل مَيّتها وبتستوي وبتبقى زي الفل، وفي الآخر بادخّلها الشواية تتحمّر. بس عايزة تحطّي لها واحدة فحماية في الآخر حطّي، مش عايزة براحتك. نيجي هنا للرز بقى بتاعنا بالشعرية ده، جامد، اختراع والله حلو أوي، مش اختراع ولا حاجة، بس باحط له ورق لورا وكده، فبيبقى حلو. معلقة سمنة على حبّة زيت برضه، زيت بس، سمنة بس، أيًا كان المادة الدهنية اللي موجودة عند حضرتِك. واحط الشعرية. بُصّي أنا باحب أحط الشعرية كتير، باحب تبقى الشعرية كده في قلب الرز بتبقى طعمها حلو أوي، يعني بتفرق، بتفرق والله بجد. هنا حطيت الرز طبعًا غسلته في ساعتها، مش باغسله وباسيبه وباركنه جنبي أو بانقعه لأ، على طول الشعرية خدت لون حلو، اقسي على الشعرية شوية بس ما تحرقيهاش يعني، وروحي حاطة الرز بتاعِك. وهنا هاحط 2 ماجي عشان بسم الله ما شاء الله ده رز كتير، يعني عاملة بتاع 2 كيلو رز والّا حاجة. باحط ورق غار بيفرق في الطعم. عايزة تحطّي حبّهان، حطّي حبّهان، بس أنا ما رضيتش بصراحة أحط حبّهان، لإن كنت حاطّة حبّهان في اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، في البامية بتاعتي. ما حبيتش يعني إيه الموضوع يبقى فيه حبّهان كتير. حطّيت ورق غار، وحطّيت ملح، حطّيت فلفل أسمر، ما تخافيش مش هيغمّق معاكِ الرز وتقولي الرز هيغمق، بس أنتِ ما تكتّريش يعني بطرف برضه المعلقة فلفل أسمر، وبتحطّي الملح وبتحطّي الماجي وبتحطّي ورق اللورا، وأهم حاجة بقى إنِّك تفضلي قلّبي، ادّي تشويحة كده حلوة. بُصّي أهم حاجة والله بجد في الرز إن أنتِ تشوّحيه حلو، تحسّي إن الرُزاية معاكِ اتحمّصت، تحسّي كده إن الشعرية والرز يعني بُصّي أنا عايزة أوضّح لِك على قد إيه الرُزاية متحمّصة. وهنا بابتدي إن أنا أحُط المَيّة بتاعتي، لإن طبعًا المَيّة بتاعتِك بتحطّيها فوق الرز بعُقلة صباع، ودوقي طبعًا ملحِك ودوقي الدنيا فيها إيه، شُفتِ عايزة حبّة ملح دوقي، عايزة واحدة ماجي كمان دوقي، حسب الكمية بتاعتِك بتاعة الرز اللي أنتِ عايزاها. أنا هنا حسيت إن هي إيه، محتاجة بس شوية مَيّة، وهاسيبه طبعًا أول ما يغلي ابتدي وطّي النار وسيبيه هتلاقيه بقى مفلفل وجميل وهاوريه لِك برضه وهو مفلفل وجميل. البامية بتاعتي دخلت الشواية، الرز بتاعنا كان طعمه حلو أوي، الورق الغار بجد والله يا جماعة بيفرق في طعم وريحة، وبيخلّيه حلو أوي، ومفلفل وجميل والله اللي على الوش زي اللي تحت في قلب الحلة. وادي الفراخ بتاعتي بعد ما استوت سِوَى كامل على البوتاجاز من فوق، دخّلتها الشواية خدت اللون الحلو ده، زي ما قُلت لِك عايزة لها فحماية وتغطّيها، تبقى عاملة زي بتاعة برّه بالضبط. وألف هنا للي كَل، وربنا يسعد قلوبكم يا رب، وربنا يفرّح قلوبكم. ما تنسونيش اللايك والشير، شكرًا.